ناس كتير ممكن تقول لك طب ما طالما القطن بتاعنا حلو ما نصدره خام وخلاص ونريح دماغنا. انا بقى هقول لهم ان المكسب من القطن الخام ده كلام فاضي، والمكسب من القطن المغزول بقر احسن شويه بس برضه لسه كلام فاضي. اما المكسب من القماش الخام اللي اتصنع من البقر احسن واحسن بس برضه لسه كلام فاضي. المكسب الحقيقي بقى هو انك تصدر منتج كامل متكامل ليه ماركه ومواصفات عالميه يخرج من عندك على المحلات التجاريه في العالم كله، من القطن الخام للمنتج النهائي. ده المكسب الحقيقي، وهو ده اللي مصنع الغزل والنسيج بيعملوه حاليا. منتجات شركة نيت، منتجات مصرية 100% من القطن اللي خارج من الأراضي الزراعية، ده غير الملايات والفوط والبيجامات، ولسه عمالين يطوروا في خط إنتاجهم وبيضيفوا منتجات جديدة. بس خطط الغزل والنسيج للمستقبل مش بتقف هنا. احنا فين بقى؟ احنا اتكلمنا عن التاريخ ورجعنا ورا 100 سنة. خلينا نبص لقدام ونبص للمستقبل. احنا موجودين في وسط المكن اللي يعتبر أحدث مكن دخل مصر في الصناعة ديت. المكن دوت الإصدار بتاعه 2022 دوت الإديشن اللي مكتوب حتى على الليبل بتاع المكنة. وإن شاء الله الدولة والقيادة السياسية عندها رغبة أكيدة لتطوير القطاع ده بضخ ما يقرب من 21 مليار. يمكن احنا مستحوذين على جزء كبير منها يقارب 45 أو 50% من القيمة اللي الدولة كانت رصدها للموضوع ده. وطبعا احنا واقفين في المصنع اللي إن شاء الله كل مصر هتفتخر بيه. عندنا احدث مكن، عندنا عمال مدربه كويس جدا جدا جدا، عندنا الفاليو بتاع القطن بتاعنا. فاحنا ان شاء الله داخلين بقوه نحاول نستعيد الرياده اللي كانت موجوده على مدار السنين. انت قلت لي كده حاجه معلش استاذنك نقولها، قلت لي الذهب الابيض. ان شاء الله هنرجع يبقى في ايدينا الذهب الابيض اللي نقدر نخش بيه اسواق اوروبا واسواق العالم كله بكواليتي كويس جدا، بعماله مدربه كويسه جدا، بمنتجات اول مره هتكون بتطلع من السوق المصري ومن شركات قطاع الاعمال ان شاء الله. وفي خطه للتطوير كبيره، يعني مش مجالنا نتكلم عليها، لكن خلينا نقول ان احنا رايحين لمستقبل مشرق جدا، راجعين للرياده تاني. القطن المصري ان شاء الله يستعيد مكانته، وان شاء الله بمجهود كل الناس اللي موجوده احنا هنقدر نحقق حاجه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه كده. نتكلم وزن السنه او السنه وشويه هتلاقي كل المصانع ديت شغاله، وهنحس بالفاليو الجديد اللي احنا بنضيفه للصناعه ان شاء الله. من مصر للعالم في الكونتينر. من المينا بتاعنا العالم كله بيستورد منتجات المحلة الكبرى المشهورة بجودتها. في آخر 5 سنين بس كل يوم بيخرج من مصر آلاف الكونتينرات المتحملة ببضاعة من صنع إيدينا بتسافر لكل بلاد العالم. سيبنا بقى من عقدة الخواجة وخلينا في المصري.